هلو هلو. النهاردة بقى هنجرب حاجات حلوة جدا مع بعض، وأولهم الفراخ اللي هي الكريسبي دي من حلواني. وكمان هنعمل النهاردة عصير تحفة جدا جدا جدا، فتابعوا الفيديو معايا للآخر. مبدئيا كده، كان في فترة اللي فاتت ناس كتير بتتكلم عن الجردل بتاع التشيكن كريسبي او البروستد بتاع حلواني، وبيشكروا فيه كتير جدا، فحبيت ان انا اجربه كنوع من التجربة ونشوف طعمه ايه. فجبت اللي هو العادي، ما جبتش السبايسي عشان خاطر الاولاد عندي مش هيعرفوا ياكلوا السبايسي. فبصراحة هو كان شكله كويس والتغليف كويس، وحاسة كده ان القطعة محترمة كده، التغليف اللي بره عليها ده محكم، ومش زي بقيت يعني في انواع كده بنجيبها بالتشيكن تحس ان التغليف اللي بره ده مفرول ومع واقع ومش عارف ايه كده، مبقاش احسن حاجه يعني. فقررت ان انا بقى احطها في الاير فراير وهسيبها لحد ما تستوي. انا دايما بعملها على 20 دقيقه، وبعمل درجه الحراره على 160، ودايما الحمد لله بتطلع معايا كويسة جدا. شايفين لونها حلو ازاي، ومش بتبقى ناشفة خالص. ما بحطش عليها ولا نقطة زيت واحدة. بس كده زي ما قلت لكم درجة حرارة 160 لمدة 20 دقيقة بتبقى زي الفل. هنا بقى عايزة اقول لكم ان ايه، يعني هي كانت سخنة جدا فما كنتش عارفة افتحها لكم، فجبت الورق الزبدة وبدأت ان انا اقطعها لكم بيها كده. اللحم بتاعها ابيض، الفرخة نظيفة وريحتها حلوة، ما فيش ريحة مش كويسة. في بعض الاوقات في فراخ لما نحطها في الاير فراير او نقليها تحس ان في ريحة كده مش لطيفة بتطلع مع القلي، لكن لا، دي كانت الريحة بيرفكت، وكانت اللحم الابيض لحمها ابيض وكان حلو جدا. وعايز اقول لكم ان طعمها كان واو جدا، وكانت تحفة بجد. يعني هي تجربة حلوة، ممكن بعد كده نجرب السبايسي. لو انتوا عايزين اجرب لكم حاجات كتير الفترة الجاية، فاكتبوا لي تحت في الكومنت حابين نجرب ايه مع بعض الفترة اللي جاية. يلا بقى نعمل الجرين جوس او العصير النينجا الاخضر بتاعي. هو عبارة عن كرفس، ليمون، وتفاح اخضر، وبحط زنجبيل فريش، وبحط كمان عصير برتقال لو متاح، عصير برتقال فريش. وبحطهم كلهم في الخلاط، وبحط عليهم من كوباية لكوباية ونص مية على حسب الكمية اللي انا احطها، وبضربه كويس جدا في الخلاط وبصفيه، وبحطه بقى في التلاجة. بيقعد معايا توتالي 3 ايام صالح للشرب وتمام جدا. عايزه اقول لكم ان هو فيه فيتامينز كتيره جدا للجسم وللبشره وللشعر، غير ان هو مفيد جدا للقولون، يعني الجسم بيتخلص من السموم كلها اللي موجوده فيه. تحفه جدا يا بنات، ولازم تجربوه. واللي هيقلق من طعمه عايزه اقول لكم ان طعمه بيبقى حلو جدا لما تحط بقى التفاح، واحيانا بحط خيار معاه. بصوا، لا طعمه حلو جدا ولازم تجربوه. هعمله لكم باكتر من طريقه، ولو عايزين الطريقه بالتفصيل هنزلها لكم. وبس.